هنعمل النهاردة خلطة اقتصادية بس هتجيب معاكي أوزان عالية بسرعة، وخاصة لو انت عاوزة تلحقي البط لرمضان ولسه جايبة يعني من فترة قليلة. ان شاء الله الخلطة دي استعمليها بعد ما البط يكبر معاكي شوية، يعني يعدي الشهر. استعملي الخلطة دي، وممكن كمان من اقل من شهر استعملي الخلطة دي وهتلاقي نتيجة في زيادة الوزن حلوة، وفي نفس الوقت هتديكي طعم حلو للبط. يعني ما تذبحي البطة يبقى طعمها حلو، لحمها لونه حلو واحمر، وفي نفس الوقت مسكر، مفيش اي زفارة. وفي نفس الوقت هنوفر عليكي في تمن العلف. انتوا عارفين الاسعار دلوقتي كلها غالية، ولو عاوزة تجيبي واسعار الاعلاف طبعا غاليه. فاحنا البدائل اللي احنا بنعملها بدائل اقتصاديه لاكل الطيور، وفي نفس الوقت بتديني نتيجه حلوه لزياده الوزن، وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو وبتحمل معاك الوزن بسرعه. يعني الخلطات دي موفره، وفي نفس الوقت مش موفره يعني ما بتزودش، لا، لانها كلها عناصر. بنحط عناصر مع بعضها بحيث تديني كأنك بتأكلي الطيور علف صافي يوميا. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقول على خلطة اقتصادية موفرة، بس حلوة جدا لزيادة الوزن البط. هتخلي معاك البط يوصل بسرعة للأوزان العالية، وفي نفس الوقت هتوفر عليكي. مش هيبقى اكل البط كله، لان انتوا عارفين البط بياكل كميات حلوة، فعاوز اكل دايما. فالخلطة سهلة واقتصادية، وهتلاقوا فيه منها جزء موجود عندنا في البيت. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المكونات هم عبارة عن حوالي 4 مكونات. في منهم مكونات اقتصادية مش هتكلفك زي ما هتشتري علف. أول حاجة هنجيب العيش المدشوش أو العيش الناشف اللي هتكسروه، بس يكون متكسر ناعم، لو حتى خاصة لو البط لسه معاك صغير عشان يعرف يتناوله وياكله كويس. حط كمية عيش حلوة كده، حوالي 2 كيلو عيش. زي ما انتوا شايفين العيش طبعا مش هتتكلفي، ممكن ما تشتروهوش. لو عندك بيتبقى عيش هتنشفيه وبعد كده تدقيه بالطريقة دي، او لو عندك حبة عيش ومش هتستعمليها تفتفتيها بايدك وبعد كده تسيبيها تتهوى تنشف شوية. تمام. يبقى حوالي 2 كيلو عيش. يبقى ده اول مكون اقتصادي مش هيكلفك حاجة، هو موجود في البيت. المفروض بواقي العيش موجودة عندنا في البيت. طيب غير العيش هنحط ردة. الردة من الحاجات اللي بتشبع البط معاكي، وفي نفس الوقت فيها نسبة بروتين كويسة، فبتزود نسبة البروتين، فهتخلي البط يحمل معاكي لحم كويس. هنحط حوالي برضو 2 كيلو ردة. يبقى احنا حطينا 2 كيلو داش، لا 2 كيلو قصدي عيش ناشف، وبعد كده حطينا 2 كيلو ردة. الردة اللي هي لو الناس مش حد مش عارف يعني ايه الردة. الردة هي قشور القمح، يعني القمح القشور بتاعته بيطحنوها بتبقى بالطريقة دي، اللي هو بيحطوه تحت العيش. الردة اللي بيحطوها تحت العيش او بيشووا بيها السمك، هي دي الردة اللي هي قشور القمح. تمام. فالردة بتزود معاك نسبة البروتين، كمان فيها نسبة كالسيوم، فإن شاء الله هتخلي البط عظمه كويس وهتقلل موضوع الكساح. تالت مكون بقى هو المكون بقى اللي بيدي برضو طاقة، وبيحمل بيخلي البط عندك تحمل وزن، ويبقى اللحم بتاعها فيها نسبة طرية، فيها نسبة دهون بتخلي طعم اللحم البط حلو، لان انتوا عارفين البط لازم يكون فيه نسبة دهون، فبيخلي الشوربة بتاعة البط حلوة، وفي نفس الوقت بتلاقوا حتة اللحمة كده طرية لان فيها نسبة دهون معقولة وكويسة. الداش بتحطي برضو 2 كيلو داش. يبقى انا بقولك النسب وانت تحطي براحتك، يعني لو زاد حبة عيش زاد حبة داش شوية عن اللي انا بقوله مش مشكلة، هتبقى الخلطة معاكي كويسة، يعني مش هي دي اللي هتبوظ معاكي الخلطة. يبقى هنحط 2 كيلو ردة، 2 كيلو عيش،
2 كيلو داش. لغاية دلوقتي المكونات سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت غير مكلفة. احنا مش حاطين الكميات. شوف انت حاطة دلوقتي 6 كيلو حاجات. في حاجة موجودة عندك في البيت، العيش مش هيكلفك، الردة رخيصة عن العلف طبعا، الداش رخيص عن العلف. بعد كده المكون بقى الرهيب اللي بيعلي معاكي الخلطة الجبارة دي، اللي هي الكسر الفول. كسر الفول من الحاجات اللي انت حطيها للحاجات اللي عاوزة تسمنيها، هتديكي تحميل وزن بسرعة، هتديكي طعم للحم حلو، هتديكي لون للحم زي الطيور اللي كنا بنذبحها زمان في بيوت اهلنا، الله يرحمهم جميعا ويخلي امهاتنا الامهات العايشه والاباء العايشه، ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. تمام. هنحط حوالي نص كيلو كسر فول. كسر الفول هتلاقوه موجود عند العطار اللي هو او العلاف، اللي هو الفول بس مكسرينه. تمام، مكسرينه زي ما انتوا شفتوا كده، بيبقى فيه شويه قشور وفيه الفول نفسه متكسر. اخر مكون حب بسيطة علف 21. يعني احنا ما تكلفناش علف غير حوالي، هتحطي حوالي كيلو او نص كيلو. ما عندكيش حط نص كيلو. نص كيلو على الخلطة دي، يعني انت عندك 6 كيلو هتحط عليهم نص كيلو بس علف 21. هتديك زيادة رهيبة في الوزن. يبقى احنا حاطين 2 كيلو ردة، 2 كيلو عيش، 2 كيلو داش، نص كيلو كسر فول، وكيلو علف 21. او لو ما عندكيش هتقلليه شوية يبقى كيلو الا ربع او نص كيلو. الخلطة دي هتديكي زيادة في الوزن. لو انت بدأتي بقى البط وصل عندك كده شهر الا، ابدأي حط الخلطة دي مع الخلطة اللي احنا عملناها قبل كده لو تفتكروها. هسيب لكم الفيديو بتاعها. من الحاجات الحلوة فعلا لو استعملتيها وموفرة واقتصادية هي الخلطة التانية اللي هسيبها لكم ان شاء الله في شاشات النهاية. استمري على الخلطة دي والخلطة دي وشوفي وزن معاك البط. هيوصل معاكي اوزان عالية بسرعة، وهيوصل ان شاء الله تذبحي قبل رمضان وهيكون اوزان عالية، وفي نفس الوقت طعم لحم حلو ولون لحم حلو. هتلاقيه مقارب كده ان شاء الله كده باذن الرحمن، مقارب لطعم الحمام. شوفي بيبقى صدر البطة معاكي لون حلو زي الحمام وطعم حمام فعلا، لان الاكل كله حاجات بتخلي طعم اللحم حلو مشابه لاكلنا زي ما كنا بناكل طيورنا زمان. الحاجات دي اللي هو الذرة الصفراء والعيش والكسر الفول، دي من الخلطات فعلا اللي هتجيب معاكي وزن حلو وبسرعة. جربوها وهتوفر معاكم. طبعا انتوا عارفين اسعار العلف دلوقتي غالية، ما تقدريش يعني احنا الخلطة كلها ما حطيناش فيها غير نص كيلو علف او كيلو على حسب ما تقدري، على 6 كيلو من الباقي حاجات اقتصادية وموفرة. لو حسبتيها، لو انت جبت 6 كيلو دول علف صافي، احسبي تمنهم واحسبي تمن الخلطة اللي احنا عملناها، هتلاقي الموضوع معاكي فيه توفير. يعني هيوفر معاكي فعلا توفير حلو، وفي نفس الوقت هتزود معاكي الوزن. مش احنا مش بنوفر ونعمل خلطات ما تزودش وزن وتطول معاكي الدورة، لا بالعكس، دورة البط اللي عندك هتخلص بسرعة وهتحمل معاكي اوزان عالية في اقل وقت، وطعم حلو للحم واقتصادي. لو حد بيعمل مشروع مربي مثلا بط هيبيعه لجيرانه ولا لمعارفه قبل رمضان، الخلطة دي هتوفر معاه جامد، وفي نفس الوقت اللي هياخد منه حاجة هيدعيله، لان هيبقى طعم حلو جدا للبطة. طعم اللحمة هيبقى مختلف خالص ما بتأكلي. يعني انتوا عشان تبقوا عارفين، انت لو اكلت علف صافي بيبقى طعم اللحم البطة مش حلوة. لكن جربي تحطي الاكلات دي اللي احنا بنعملها والخلطات بدائل الاكل اللي احنا عملناها دي الاقتصادية واللي بتعلي معاكي الوزن بسرعة، هتلاقي طعم لحم البط حاجة تاني. يعني اللي هيشتري من حد بيربي مثلا بيبيع فعلا هيدعيله، لان هيلاقي طعم بط حلو. يا رب ان شاء الله تجربوها وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يعد علينا رمضان اعواما عديدة. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويملى بيوتنا وبيوتكم دايما بالخير، وان شاء الله تجربوها وتستفيدوا بيها وتربوا طيور ان شاء الله وتوفروا عليكم شوية، ما تشتروا من بره باذن الله. سلام عليكم.